واش في اخبارك باللي مستوى التضخم وصل للمعدل القياسي منذ عقود؟ ارتفع التضخم في المغرب إلى أعلى مستوياته منذ 27 عاما. كيفاش يقدر يهدد الاقتصاد والعائلات المغربية؟ شنو علاقة الحرب بين روسيا وأوكرانيا في هادشي؟ دفعت الحرب الأوكرانية الروسية العالم إلى إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية العالمية، إذ زعزعت الحرب أساسات الاقتصاد في أغلب دول العالم. ينعكس ذلك على زيادة أسعار كل السلع والخدمات. واش غادي تدخل علينا 2023 وحنا باقيين في هاد الأزمة؟ والسؤال المهم، شنو هو السبب ديال هادشي كامل؟ وجد ليا شي نوار دابا، حيت هاد الفيديو شاعل سخون، النار في لاكار معلم، راسك يضرك. اول حاجه خاص تكون في بالك هي شنو هو اصلا هذا التضخم. سهله، هو بكل بساطه ارتفاع اسعار ديال معظم الخدمات والسلع، ولكن بشرط. شنو هو هذا الشرط؟ الشرط سيدي هو 400 منتج، اي الى ارتفع سعر 400 منتج عاد كندخلوا في التضخم. هو واحد الظاهره تيكون فيها الاسعار ديال بزاف ديال المواد في واحد الوقت كتزاد. اجي صافي بهذه السهوله؟ لا لا لا، السؤال الكبير هو شنو هو السبب اللي مخلي هاد الاسعار يطلعوا؟ قبل اسابيع شهدت اسعار المواد الغذائيه ارتفاعا كبيرا في غالبيه دول العالم دون اي زياده تذكر في الرواتب والاجور. 8.3 يمكن يبان لك رقم عادي، ولكن راه كيخلع. 8.3% هو المعدل اللي وصل ليه التضخم في المغرب لاول مره في التاريخ. لو نزيدك اكثر من امريكا اللي عندها فقط 8.2%. ارتفع التضخم في المغرب إلى أعلى مستوياته منذ 27 عاما إلى 8.3% على أساس سنوي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ب 5.9%، وهو الأعلى منذ عام 1995، وذلك بالموازاة مع ارتفاع المواد الغذائية والمحروقات. في التقرير ديال وزارة الزراعة الأمريكية توقعات أن المحصول ديال القمح العالمي غينخفض للمرة الأولى منذ 2018. بطبيعة الحال أوكرانيا اللي كانت من بين أكثر الدول اللي كتصدر القمح انخفض الإنتاج ديالها بنسبة 35% بسبب الحرب مع روسيا، وهذا الرقم بطبيعة الحال كيهدد اقتصادات دول بأكملها من بينها المغرب. إذا البري ديال القمح غيطلع ويقد يبقى طالع سعر المواد الغذائيه حتى ل 2024. اذا معلم السلعه ما كايناش والفلوس كاينين بزاف، وهذا هو السبب الرئيسي والحقيقي وراء التضخم. بمعنى اخر، ملي كتكون السلعه قليله طلبيه كثيره والسيوله الماليه كاينه كيتزاد البري وكيرتفع. وإلا بقينا هكا فالعمله ديال المغرب اللي هي درهم غتفقد القيمه ديالها مقارنه بعملات اخرين. ولكن غتقول لي كيفاش غادي نقصوا من الفلوس؟ غنقول لك معلم كاين حل واحد وهو اللي دارته بنك المغرب قبل اسابيع. في موضوع آخر، أعلن بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% في ظل ترقب ارتفاع التضخم. المجلس على أنه غادي يزيد في السعر الرئيسي ديال البنك ديال المغرب. وقول لي هذه كانت في بار ملي كيزيد بنك المغرب في سعر الفائده اللي كتطبقها البنوك على المقاولات والافراد اللي بغاو يقترضوا فلوس. اذا غينقص الطلب على التمويلات وما غيمشيوش يتسلفوا، وبالتالي الفلوس اللي كتدور في البلاد كتنقص. كيولي واحد توازن بين السلع اللي كاينه في المارشي وبين العاقه. عمر بين قال لي طبعها بنك المغرب الشيء اللي غيخلي الطلب على السلع ينقص حيت الفلوس نقصات. وكيتوقع صندوق النقد الدولي لجوء بنك المغرب لزياده جديده في سعر الفائده من هنا لقدام، ولكن كاينين توقعات على انه غيتراجع التضخم خلال السنه القادمه في ظل التراجع المتوقع للاسعار العالميه للمواد الاوليه. وقال لي 20 دجنبر مزيان حيت هو الموعد اللي غيجتمع فيه مجلس بنك المغرب باش غيشوفوا واش غيزيدوا سعر الفائده في حاله ما تدهورات الازمه وتزادوا الاسعار. وجا في واحد التقرير ديال المندوبيه الساميه للتخطيط اللي كيتضمن اسوء رقم من 2008
واللي كيخلع هو ان 53.5% من المغاربه داكشي اللي كيصوروه كيصرفوه، اي ان ما كيجي في نساء العام حتى كيخواو الجود. هادشي ماشي عادي، وكاين اللي كفس منهم وهما 43.7% اللي كيكملوا العام كريدي. وتخيل معايا كتقترض باش تكمل العام، هذا الاقتراض كل شهر هو اللي خلى بنك المغرب يرفع سعر الفائده كما ذكرنا قبل. اما الطبقه الاخيره 2.8% هما اللي كيدخروا، اي اللي عايشين بخير من بين 40 مليون نسمه 2.8% اللي عايشه بخير واللي ما عايشينش بلا كريدي. وزير السلطه معلم من دابا واقتصد فلوس، القضيه حامضه. وشوف ها هي ولات في اخبارك.